وكنت أتمنى إن حد ينصحني النصايح دي قبل ما أجي ألمانيا. تعال أما أقول لك أنا اتعلمت اللغة إزاي. في البداية أنا أخدت كورس ألماني مع شركة ما، لكن للأسف مستواي ما كانش بيتقدم خالص معاها. بدأت أتجه لليوتيوب أبحث وأدور يمكن ألاقي حد ينفعني. لما دورت في اليوتيوب أنا اكتشفت قناتين محدش يعرف عنهم حاجة للأسف، أو مش كتير اللي عارف عنهم حاجة. أول قناة اسمها قناة محمد علي ده بيعلم الألماني، تمام. تاني قناة اسمها ناصر عبد الشافي. ناصر عبد الشافي برضه بيعلم ألماني. تعالى بقى أقول لك تمشي إزاي مع الاتنين دول من غير ما تدفع ولا جنيه، وهتطلع بيرفكت في الألماني، تمام. أول حاجة أنت هتاخد الفيديوهات من تحت خالص خالص خالص، هتدخل على صفحة كل واحد فيهم، بس هقول لك تدخل عند مين الأول وليه. أول حاجة أنت هتكتب في السيرش على اليوتيوب محمد علي بالإنجليزي وتكتب جنبها لتعليم اللغة الألمانية، تمام. هسيب لكم برضو رسالة مكتوب فيها محمد علي، تكتب الاسم بالظبط كده زي ما هيظهر لك وتعمله في السيرش على اليوتيوب، هيظهر لك القناه بتاعته. هتجيب من تحت خالص من اول فيديو ليه، من اول فيديو رقم واحد في اللغه الالمانيه، وهتجيب الكشكول الحلو بتاعك والقلم الحلو بتاعك وهتنقل وراه كلمه بكلمه من اول محاضره من كتاب منش، تمام. بعد ما تنقل وراه المحاضره هتروح على قناة ناصر عبد الشافي وهتبحث برضو عن أول محاضرة وتجيبها من تحت خالص. طب ليه؟ طب ما احنا ممكن نسمع من شخص واحد بس. أقول لك لا، مش هينفع، لأن أنا عايزاك تاخد الكلمات من محمد علي لأنه بيكتب على الشاشة، اما الشرح عايزاك تاخده من ناصر عبد الشافي لان سبورته بعيده فانت مش هتشوف حاجه، لكن هتسمع منه شرح فوق الرائع. فانت هتنقل الكلمات الاول من عند محمد علي، بعدين تروح تسمع الشرح الكافي الوافي من ناصر عبد الشافي، وبعد ما تسمع من ناصر هترجع للمحاضره رقم 2 عند محمد علي علشان تكتب وراه الكلمات وتروح تسمع الشرح من عند ناصر عبد الشافي. امشي على كده مع الاثنين دول هتلاقيهم منزلين مستوى الاينز والاتس فاي، لكن هنوصل لحد البي اينز وهنغير الخطه. بعد الاتس فاي انت هتكون مؤهل اصلا ان انت تعدي نص البي اينز وانت مش عارف، لان هم اصلا بالفعل هيعلموك كلمات جديده في المستويات. بعد ما تخلص معاهم الاتس فاي هتدخل البي اينز، عندك هتلاقي هير محمد شحاته وهتلاقي عندك فراو هند. هتسمع للاتنين دول في البي اينز والبيتس فاي، وبعد كده هتحجز امتحانك، هتطلع زي الفل وهتنجح من اول مره ان شاء الله. لو انت مع حد ما فهمتش منه قاعده معينه، انا مش بتكلم على محمد علي وناصر عبد الشافي، انا بتكلم في البي اينز والبيتس فاي مع هير محمد شحاته ومع فراو هند. لو انت ما فهمتش قاعده معينه مع الاثنين دول هتدخل تكتب القاعده على اليوتيوب وهتسمعها من كذا حد لحد ما تثبت في دماغك، تمام. بعد ما توصل بقى لمرحله التاهيل للامتحان، لقيت نفسك مستعد وهتمتحن، طيب تمتحن فين؟ مع جوتا ولا مع تلك؟ لو انت شايف نفسك ان انت بيرفكت بيرفكت امتحن مع جوتا، لان جوتا مهاراتها ما يقدرش عليها غير الاول. اما لو انت شايف نفسك ان انت يعني بقيت كويس وهتقدر تعدي وبتقدر تتعامل وتتكلم مع نفسك كتير، ادخل تلك. انا خدت الجوتا، ده خدت من جوتا بي اينز وخدت من تلك بيتس فاي وخدت سي اينز كمان من تلك، لكن ابصم لك بالعشره ان امتحان من جوتا ب10 امتحانات من تلك. يعني انت لو تمام وزي الفل ادخل على جوتا، لو انت ماشي حالك ادخل على تلك، وده اللي بيعمله معظمنا على فكره. فانت علشان تقدر تتأهل للامتحان لازم تختار حد كويس تمشي معاه، ومش هتلاقي احسن من الناس اللي قلت لك عليها دي، غير ان هيرش حتى كمان منزل على القناه بتاعته على اليوتيوب نماذج للامتحان، نماذج شرح الامتحانات، وموفر لك سماعي وموفر لك كتابي وموفر لك قراءه وموفر لك سبريشن تحدث، موفر لك كل حاجه، فانت مش هتحتاج حاجه اصلا غير انك تذاكر. ابدا بقى من النهارده كده كشكولك الجميل وادخل اسمع لمحمد علي والنصر عبد الشافي. سلام.